قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه رأيكم بقى النهاردة نقضي مع بعض كده يوم من ايام رمضان؟ يعني مش هنقضي اليوم كله مع بعض، لكن في حاجات كده هنعملها مع بعض. هنعمل فطار النهاردة. البروست اللي انا كنت عيناه في التلاجة انا طلعته عشان اعمله. بصوا، في البداية كده هناخد الدقيق. يعني انا استعملت حوالي نص كيلو من الدقيق. تمام. طبعا الفراخ بتكوني جايباها من قبلها وغسلها كويس جدا ونقعها في مية بليمون، وبعد كده بتتبليها بالتتبيله اللي احنا كنا عملناها مع بعض ونعناها في التلاجة. احنا لسه هنعملها تتبيله تانية بس بسيطه خالص. انا دلوقتي جبت النص كيلو دقيق، حطيت عليه بس معلقه كده صغيره ممسوحه من البيكنج صودا، وكمان هحط حوالي معلقتين كبار من النشا، او انا خدت 4 معالق بالمعلقه الصغيره، يعني بقيمه معلقتين كبار اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنرجع بقى نقلب. طبعا النشا ضروري جدا، يعني بيعطي الفراخ قرمشه. ادي الفراخ بتاعتنا اهي بعد ما طلعناها من التلاجة. انا طلعتها من بالليل وسبتها على رف التلاجة. هنحط كده حوالي معلقتين صغيرين من الملح لكل نص كيلو دقيق، وممكن تحطي معلقه ونص كبيره. تمام. يعني انا حاسه ان هي ناقصه شويه ملح. كمان هنحط معلقه صغيره مليانه من الثوم البودر، معلقه صغيره مليانه من البصل البودر، وبس كده. مش هنحط اي حاجه تانية. انتوا فاكرين التتبيله بتاعتها طبعا، واللي مش فاكر التتبيله يرجع للفيديو بتاع تفريزات الشهر هيلاقيه، وانا ممكن احط لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. الخطوات بقى المهمه جدا، بتمسكي طبعا قطعه الفراخ تقعدي تقلبيها كذا تقليبه كده في الدقيق اللي احنا حاطين عليه المكونات دي، وبعد كده بتنزلي بيه مره كمان في الميه البارده جدا عشان يعمل قرمشه معاكي، او يعمل يعني كرمشه كده في الجلد الخارجي بتاع الفراخ، فيعطيك الشكل اللي احنا بنشوفه في كنتاكي. بس طبعا الفراخ بتاعتنا في البيت بتبقى اطعم بكتير واحلى بكتير، وجربي على ضمانتي بجد والله في منتهى الجمال. اهم حاجه الفرخه بتاعتك ما تكونش زياده عن كيلو ونص بالكتير. تمام. لو اكتر من كده حاولي بقى تقطعيها، ممكن تقطعي اكتر من 8 قطع لو اكتر من كده، بس هو يحبذ ان هي تكون 8 قطع. والاماكن اللي بيكون فيها العظم يحبذ ان انت تنغزيها بالسكينه تفتحيها يعني. بصي بقى، انا حطيت حوالي ازازتين من الزيت، يعني حوالي لتر ونص من الزيت في حله كده، تاخد معاكي كميه حوالي 3 قطع او 4 قطع على حسب حجم الحله. مش هنسحمها عشان نعرف نقلب الفراخ بتاعتنا كويس، تكون على نار عاليه جدا. وبعد كده تحطي فيها الفراخ بتاعتك عشان تاخد شكل الكرمشه اللي انت شايفاها دي. هي كده بدات تصفر معايا اهو. انا سبتها على النار حوالي 5 دقايق على نار عاليه. اول ما بدات يعني تاخد اللون الاصفر الحلو ده معايا، هديت عليها النار وغطيت الحله بالغطا بتاعها، بس ما قفلتش خالص، يعني سبت كده مسافه، ما قفلتش خالص. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي رز الريزو، بس مش هنعمله بالطريقه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده. دي طريقه مختلفه واللون بتاعه كمان هيكون مختلف وهتشوفيه دلوقتي. في البدايه كده حطيت 3 كوبايات من الميه، وكمان حطيت بصلايه متقطعه بعد ما الميه غلت، ونزلت كمان بحوالي معلقه من الصويا صوص، ونزلت كمان بمرقه الدجاج، ممكن تحطي مكعبين من مرقه الدجاج، والملح. قلبي بقى تقليبه حلوه كده. وكمان حطينا صوص باربيكيو. عايزه اقولك بقى، لو انت عايزه لون الرز يكون غامق هنكرمل السكر، وهنحط كمان معلقتين كبار من الصويا صوص. انا كنت عملته معاكم بطريقه قبل كده، كنا حمرنا البصل وعملناه بطريقه مختلفه، بس بجد الطريقه دي عجبتني جدا. وهنحط الصوصات بتاعتها على الوش، هتبقى طعمها حلو قوي لكن اللون فاتح شويه. بصي الفراخ بتاعتي عدى عليها كده حوالي 12 دقيقه تقريبا. هنسيبها كمان دقيقتين وبعدين هنخرجها من على النار. بصي هي كده خلاص استوت يعني، بس احنا هنعطيها شويه لون. طبعا الفراخ البروست بتقعد على النار حوالي من 12 ل 14 دقيقه. ال 14 دقيقه دول اول 5 دقايق منهم بيكونوا على نار عاليه لغايه ما الفراخ بتاخد اللون بتاعها، او نقدر نقول 50% من اللون بتاعها. وبعد كده بنهدي النار نخليها اقل من الوسط بشويه. انا كل شغلي كان على نار وسط اساسا، يعني حتى لما قلت لكم دلوقتي على نار عاليه كان على نار عاليه بس وسط. تمام. بعد كده هديت النار اللي هي الوسط دي، وسبت الفراخ استوت براحتها. شوف الكرمشه بقى والشكل الجميل بجد والله تحفه تحفه. جربوها. والناس اللي بتخاف من ان الفراخ تطلع معاها نيه، انا زي ما انتم شايفين كده دلوقتي خرجتها في المصفى، وتحتها الطبق اللي هو الستانلس ده. ممكن تدخليها بحالها كده، يعني تشغلي الفرن وعلى نار هاديه وتسيبيها في الفرن شويه لغايه ما تخلصي كل الكميه بتاعتك، ومستحيل هتلاقي فيها دم. هنعمل بقى دلوقتي في المحضره بتاعت كينوت دي سلطه الكول سلو، من السلطات التحفه اللي انا بموت فيها بصراحه. انا حطيت المبشره بتاعت المحضره، وحطيت البصل كده بالشكل ده، وبعدين نزلت كمان بالبصل، نزلت بالجزر الاول وبعد كده بالبصل.
وبعد كده هقطع كمان كرنبايه صغننه خالص، ممكن تستعملي نص كرنبايه لو هتعملي كميه قليله. فزي ما انت شايفه كده انا بدات احط بقى قطع قطع كده. وخلي بالك طبعا لما تيجي تستخدمي المحضره او الكبه عامه، خلي بالك لان السكينه حاميه، لو ايدك وصلت ليها هتعورك اكيد. مشكله المحضره دي بقى ان هي مش بتنزل كل الكميه يعني في المبشره، مش بتنزلها كلها يعني. بصي اوريك انا دلوقتي، انا مش عارفه اعبر لك عن مش عارفه اعبر لكم عن اللي عايزه اقوله يعني هتلاقي كده كام قطعه نزلوا من غير ما يتفرموا. بعد كده هنحط حوالي 3 أو 4 معالق من السكر على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. وكمان حطيت 3 كوبايات من اللبن، وحطيت 3 معالق كبار من المايونيز، وكمان هحط كوبايه من الزبادي. جربي بقى سلطه الكول سلو دي وادعي لي بقى، سلطه تحفه تحفه. حطي ذره ملح، ممكن ما تحطيش خالص، الملح مش اساسي على فكره في الكول سلو، وانا عامه مش بحب احطه. واللي مش عايز يحط سكر ممكن يحط 3 معالق كبار من العسل الابيض، هتعطيكي نفس النتيجه والطعم التحفه. دي بقى سلطه الريزو اللي احنا هنعملها. حطيت صويا صوص وكاتشب وصوص باربيكيو، ولو عندك صوص اللي هو التشيلي صوص ده حطيه، بيبقى برده حلو قوي قوي، او الصوص الحار. بصي بقى شكل جمال الفراخ بعد ما اتعملت، يا خطيره خطيره خطيره، ريحه تحفه مقرمشه بجد، حاجه في منتهى الجمال. جربيها. واللي بيخافوا من الفراخ البروست دي يا جماعه، هي تركايه السوا اهم حاجه، صدقوني هتلاقوا طعمها مختلف وطعمها تحفه. وكفايه كمان ريحتها وهي ماليه البيت كده، تحس ان انت اصلا في مطعم كنتاكي. ده احنا اللي هنفلس كنتاكي. جربوها بجد والله على ضمانتي تحفه. هوريكم كمان شكل القطعه كده وهي متقطعه من جوه عامله ازاي. بصي شكلها عامل ازاي، ومش شاربه زيت. احنا كده كده بنحطها في المصفى بتصفي كل الميه الزياده بتاعتها. تحفه وطعمها رائع. عايزاكم تجربوها بقى. وطبعا يعني بس ابداي من بدري بقى لان بتاخد معاكي وقت، هي بس مشكلتها في الوقت شويه. يلا بينا بقى، حطي اللايك ويلا نكمل الفيديو مع بعض. كده خلاص بعد الفطار انتخنا شويه، هنقعد بقى ايه نريح كده ونعمل لنا كوبايه نسكافيه عشان هنكمل بقيه اليوم مع بعض. انا دلوقتي هجرب معاكم الاختراع اللي هو مضرب النسكافيه ده. على فكره ده مش اساسي، ممكن تعمليه باي حاجه تانية. يعني انا بعمل ساعات بالمضرب اللي هو بتاع البيض عادي. حطيت معلقه من السكر، وحطيت كمان معلقه من النسكافيه اللي هو البلاك. تمام. هناخد بس معلقتين ميه او معلقه كبيره ميه، وهنبتدي بقى نضرب النسكافيه لغايه ما يعمل الرغوه اللي هي التمام دي، تقيله. تمام. في ناس بتعملها وتحطها في الفريزر، بس انا جربت الموضوع ده معرفش كان تقيل معايا، يعني استرخمته بصراحه. فانا بحب اعمله كده فريش. ممكن تعمليه بالشوكه، ممكن تعمليه بالجهاز ده. الجهاز ده مش غالي على فكره، ب 17 جنيه. وممكن كمان تعمليه بالمضرب بتاع البيض، بيبقى حلو قوي قوي المضرب ده. وممكن بقى تعمليه كميه وتحطيه في التلاجة عندك، في التلاجة مش في الفريزر، بس بالكتير تستهلكيه في خلال 3 ايام. مش لازم تعملي كميه كبيره تقعد معاكي 5 شهور يعني. كده خلاص النسكافيه بتاعي جاهز اهوت، ما شاء الله شكله تحفه وطعمه رائع. هناخد بس ذره كده او ذرات يعني من النسكافيه اللي هو البودر، وهنبتدي نحط كده فوق الوش. لما بيسيح بيبقى بيعطي شكل حلو كده للكوبايه من فوق. احلى مج نسكافيه. اتفضلي معايا بقى. شوفي القشطه بتاعه اللبن، ما بحبش قشطه اللبن بصراحه، فانا عشان كده بشيلها. خلصنا كده النسكافيه وظبطنا امورنا. يلا بقى بينا نسيح السمنه عشان نعمل سمنه بلدي. دي بقى قشطه. انا بصراحه كنت جبتها وسبتها في الفريزر عندي بقى لها حوالي تقريبا اكتر من شهر يعني. تمام. كان ممكن طبعا اول ما جبتها الفها واعملها زبده، بس انا سبتها في الفريزر. كانت اختي يعني اللي كانت قالت لي على الموضوع ده، قالت لي سيبيه في الفريزر لغايه يعني فتره كده هتلاقيها جمدت معاكي، مش هتحتاجي ان انت تلفيها وتعمليها زبده. فانا قلت اجرب الطريقه، لقيتها فعلا طريقه كويسه جدا. بعد ما حطيتها في الفريزر شهرين كده او شهر ونص، طلعتها من الفريزر بقى النهارده لقيتها جامده فعلا، كانك لفاها فعلا يعني. كده بدات احطها على النار عاليه اهو في حله كبيره، وبكرر حله كبيره عشان بيفور. تمام. هتسيبيها اول 10 دقايق على النار عاليه ومع التقليب المستمر، وما تمشيش من قدامها وتسيبيها لانها هتفور. تمام. فانا سبتها كده على النار وقعدت بقى براحتي، يعني هي خدت معايا حوالي ساعتين بس. بعد كده انا هديت عليها خالص، يعني شوفي هديت النار خالص، دي النار الوسط. وسبتها مع نفسها بقى على النار. وطبعا مع التقليب يعني بمعدل كل تلت ساعة او ربع ساعة هتقومي تقلبي 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 فيها، وتشوفي المرتة اللي هي رست تحت شكلها بقى عامل ازاي. لو لقيت المرتة اللي تحت شكلها لسه فاتح، هتسيبيها على النار زي ما هي برضو مع التقليب المستمر. انا هحط فيها معلقة كبيرة كده من الملح عشان طعم المرتة بتاعتها تبقى مملحة وحلوة. وهفضل كل شويه ارفع كده في المرته. بصي هي حاجه بسيطه جدا يعني، انا لقيت بس قطعه صغيره اللي احمرت تحت، رجعت قلبتها كلها ببعضها. لازم السمنه تتطبخ معاكي كويس جدا، ومعنى كلمه تتطبخ ان هي مع الاستعمال ما تعفنش. احنا دلوقتي لما نخلص طبعا هقول لكم على طريقه حفظها. المهم ان انا عايزاكم تخلوا بالكم من الخطوات دي كويس جدا، لان في ناس كتير بتحرق السمنه. هي شعره بسيطه جدا بين حرق السمنه وبين انك تكوني سويتي المرته بتاعتها.
فركزي معايا جدا في الخطوات دي. بصي بقى هتلاقي السمنه بتاعتك كده مع الوقت، يعني هي كده عدى عليها حوالي ساعتين على النار هاديه، هتلاقيها كده بدات المرته بتاعتها تتلون. احنا بنجيب من تحت لفوق طبعا. هتلاقي المرته بتاعتها بدات تتلون وبقت لونها حلو قوي ازاي. هبتدي بقى الم الحاجات اللي على الوش، اللي هي المرته الخفيفه اللي بتكون على الوش اللي لونها ابيض، دي ضروري جدا جدا تلميها. ولو لقيتيها على وش السمنه بعد ما بردت لميها، يعني ما تسيبيهاش برضو، لان دي ممكن تخلي السمنه بتاعتك تعفن. تمام. انا هبدا الم المرته كده كلها، وطفيت النار كمان، ولميت الحروف اللي على جناب الحله كلها، وكده السمنه بتاعتي بقت هي اللي فوق والمرته بقت هي اللي تحت. هجيب بقى العلب اللي انا كنت جايباها معاكم، اللي هي الحفظات الكبيره، اكبر حفظات انا شارياها، دي اللي هخزن فيها السمنه. وبصراحه هي حلوه جدا جدا في حفظ السمنه، يعني مش هتخليكي بقى بعد كده تشمي ريحه دخلت في ريحه السمنه، لان انا لاحظت كذا مره لما بعين السمنه في التلاجة ان ريحتها بتغير. بصي بقى شفافه ازاي، وما شاء الله تحفه. انتوا اكيد شايفين الرخامه من وراها، يعني حاجه كده في منتهى الجمال. ادي السمنه بتاعتك اعمليها في البيت من القشطه نفسها، لان فعلا والله بيغشوها. وانا اشتريتها كتير من بره زبده، وجيت اعملها لقيتها مغشوشه، وجيت اشتريها برضو سمنه بلدي، برضو ما بلاقيش ليها ريحه. وحتى المرته لما تجيبيها من بره ما تلاقيش لها طعم، سبحان الله. انما المرته اللي بتعمليها على ايدك في البيت، دوقي احلى طعم مرته فعلا من عمايل ايديكي. اهم حاجه تجيب القشطه بتاعتك من مكان يكون يعني موثوق من الناس كده محترمه بتعمل الحاجات دي بنظافه، واعمليها. بصراحه يعني اللي انا جبت منها القشطه دي، بسم الله ما شاء الله، القشطه بتاعتها رائعه. يعني ربنا يبارك لها بجد، كانت في منتهى النظافه والجمال. الحاجه اللي طلعت منها كلها يعني في منتهى الجمال كده. بصي بقى دي اللي هي المرته الخفيفه اللي شلناها من على وش السمنه وهي بتستوي، انا برجع تاني احطها على المرته اللي هي في ارضيه الحله، وبقلبهم كلهم كده تقليبه حلوه قوي مع بعض. فبيكون اللون بتاعهم بقى تحس ان هو لون عسلي كده، كريمي كده، حاجه في منتهى الجمال. يا جماعه انا عارفه ان انتوا هتتجننوا دلوقتي وتدوقوا من المرته اللي انا عاملاها دي، ريحتها بجد والله تحفه، طعمها تحفه. انا عايزه اقول لكم ان يعني الناس اللي عندنا في البيت وانا بعملها فوق قعدوا يقولوا لي انت بتعملي ايه الريحه الجميله اللي انت بتعمليها دي، ريحتها حلوه قوي. بصوا بقى انا جبت الحافظه بتاعت ايكيا كده، الحافظه دي بصراحه حلوه قوي، بتتحمل السخونيه وبتدخل الميكروويف، وبصي جميله جميله بجد. فهحط فيها المرته بتاعتي كلها اهي. دي المرته اللي كانت في ارضيه الحله. بصي بقى ارضيه الحله المرته اللي فيها تلاقيها محمره شويه عن بقيه المرته التانية، بس طبعا ما اتحرقتش. انا عايزه اقول لك ان هي ما اتحرقتش، لو اتحرقت منك هتلاقي السمنه لونها اتغير على طول. عشان كده بقول لك دايما تقلبي في السمنه لغايه ما تعطيك اللون اللي هو اللي انت شايفاه بالظبط ده. تمام. بصي بقى المرته بتاعتي عامله ازاي، والله طعمها خطير خطير. انا هدوقها معاكم دلوقتي. وكمان السمنه بتاعتي ما شاء الله شكلها عامل ازاي، عملت كميه كبيره جدا من المرته، وعملت حوالي 2 كيلو سمنه. انا هدوق معاكم بقى دلوقتي عشان اجوعكم. خلوا بالكم انا باكل المرته دي النهارده، احنا في رمضان يعني زي ما انتم عارفين، بس انا يعني ما بيفرقش معايا الكلام ده، انا اساسا كده كده في رمضان غير رمضان اكلي بيكون بالليل عامه يعني. بصوا بقى شكلها تحفه، كريمي كريمي وريحتها تجنن. الله على الجمال، الله، نفسي بجد ادوقكم من الحاجات الحلوه اللي انا عاملاها دي، تحفه. يلا بقى اعملي لايك للفيديو واشتركي لو انت مش مشتركه، ولو اول مره بتزوري القناه اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا بقى نعمل المشروب العشق بتاعي اللي انا بحبه جدا في رمضان. انا مش بحب غير التمر واللبن، تمام. وبقول لكم التمر يعني ما قلتش اللي هو البلح العادي، انا بجيب التمر اللي هو انضف تمر، انضف تمر يا جماعه، التمر السعودي بجد رائع رائع. بجيبه كده، هو اللي انا جبته معاكم في المشتريات وكنت وريته لكم. بعمل منه بقى كميه كده على قد الكوبايات اللي انا هعمل فيها، وبعد كده بغسله غسله حلوه، ومش بسيبه في الميه، بس بغسله وبعد كده بنزل بيه في الكوبايات. وطبعا نتبع السنه، يعني ممكن نستخدم بلحايه او 3 بلحات او 5 بلحات، المهم نتبع سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وكده بدات اوزعه كده في الكوبايات، وسخنت اللبن وحطيت في اللبن بس معلقتين سكر، يعني كل كميه اللبن دي حطيت فيها معلقتين سكر، وممكن معلقه واحده بس، لان اصلا اللبن بيبقى التمر بيبقى مسكر، انا مش عامله بلح انا عامله تمر. تمام. بصي بقى بتملي الكوبايه بعد كده باللبن، هو اللبن بيكون دافي بس على الفطار بيكون برد، هو دافي بس انا ما سخنتوش قوي اهو. شوفي الجمال بقى، ده المشروب المفضل بتاعي، واحلى حاجه تشربيها فعلا على الفطار هو المشروب ده. كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، استنوني في الفيديو الجاي، توحشوني، ومع الف سلامه.